السلام عليكم. عندنا اليوم ان شاء الله قصه يا اخوان. القصه انا والله اني بغيت احرقها. اي والله بغيت احرقها في اول السنه العب في السالفه كلها. قصتنا بدت في وحده من ليالي مدينه سمرقند اللي هي اوزبكستان وحولها، كانوا كفار وقتها. كان في واحد من فرسانهم يمشي وطلع له كاهن صغير من الغابه. قال الكاهن: الحقني للمعبد، آلهة وكهنة سمرقند يبون يقابلونك. قال: طيب انت وراك مقصر صوتك، تراك ما تعطي اثاره للموضوع، تراك تخوف وبس. دخل الفارس المعبد وشاف الأصنام وشاف. هو يلتفت على الحارس: قال: الكهنة وين؟ قال: كهنة الموت الذين. قال: يا أخوي خلص علي. قال: ثاني لفت يسار، ادخل يسار تلقاهم كلهم. دخل على الكهنة اللي عبادتنا متجمعين وجين عفنا زي الجحر. قالوا: استرح اجلس. قال: لا أنا مرتاح كذا، بس وش عندكم؟ وش موضوعكم؟ قالوا: اسمع، المسلمين هاجمونا أمس واستحلوا سمرقند. معلمونا يا أخي، معلمونا أن بيهاجمونا ما درينا. قال فارس: طيب انتم مو بالمفروض تعلمون الغيب وتعلمون؟ قال: يا اخي مالك دخل، لا تتكلم في المواضيع هذه. قال: ابشر سم. قال: احنا بنرسلك لامير المؤمنين عندهم نشتكي. قال: طيب وش اقول له؟ وش اقول لخليفتهم؟ قال: قل له ان المسلمين هاجمونا ما علمونا، ما درينا، مظلومين يا اخي. قال: طيب وين القاه؟ قال: في مكان اسمه دمشق، راح دوره. قال: ابشر ابشر بروح، بس انا معي الفرس اللي معي اذا طال الطريق قد يكح ما ادري ايش فيه. قال: اعطوه فرس، اعطوه فرس، يعطوني فرس ويعطوني ذهب. قال: يلا روح. هو يتلها. والفارس هذا مو بسيط، هو يقطع الديار هذه ويروح ينزل لك على مرو وعلى خرسان ويتعدى بحر قزوين وينزل على بلاد فارس رايح. هم مرسلين هو بالذات بعد لاني يعرف عربي. يوم وصل بلاد فارس يوقف حسن. قال: يا رجال انا ادور اميركم، خليفتكم وينه؟ دمشق وينها عني؟ يا ولد انت صاحي، دمشق ما حلك دمشق، تبي بني اميه انت حكامنا؟ راح قدام راح. قال: ولد انا امشي لي شهر. قال: والله تاخذ شهر ثاني مثله. راح. والسمرقندي يدخل الخوف. يا ولد احنا حطينا روسنا في روس من الناس دي، حاكم نصف الكره الارضيه، انا بقابل شخص حاكم نصف العالم يا اخي. والسمرقندي تلها طال عمرك اللي وصل العراق. هو ينزل. قال: خليفتكم وينه؟ قالوا: بني اميه دمشق قدام. راح. قال: يا شيخ. قال: والله قدام. هو يتلها يروح. يوم وصل دمشق هو يطالع انهبل، القصور المزخرفه والناس الانيقه انا ايش في صوت صار كذا اقول لك شيء يفتح النفس. وراح لين شاف اعظم قصر، جدران رخام وسلاسل مطلية بالفضة وساحته كلها نوافير. قال: بس والله انه هنية، والله انه في القصر هذا متعدي. لقى له واحد في ساحة القصر. قال: يا ولد اسمع، الخليفة ملككم ذا اللي حاكم الدنيا ذي كلبوها في مجال يقابلني انا، ها؟ قال: ايه يا رجال يقابلك. ايه راح. ايش عندك شكوى؟ قال: ايه والله عندي شكوى. قال: ايه خلاص راح. دقيقة، الشخص اللي حاكم نصف العالم ذا بيقابلني انا. قال: ايه انت وراك مكبر الموضوع. وياخذه المسلم ويوديه عند بيت ضين بابا خشب. قال: هنا بيت الخليفة، طق عليه وبيطلع لك. هو يروح المسلم. قال السمرقندي: طقطق علي هنا. هو يلحقها السمرقندي يلحق. والسمرقندي يمسك المسلم. قال: اسمع، المهم علشان سولفنا وارتحنا البعض، طقطق علي دخلك الحاره هنا وطقطع عنك، والله لطع عنك هنا في الحاره. قال المسلم ابن الجواد: والله ما اكذب عليك، والله هذا بيت خليفتنا، خليفه بني اميه عمر بن عبد العزيز. راح طق الباب. يا اخوي والله انا امرك محلول ان شاء الله. راح. اثناء كلامهم ذا الباب يوم انفتح، الا في رجال معطين اليس في الجدار وفي الحوش في حرمه تعجن عجين. السمرقندي التفت على قال: ايوه. قال السمرقندي: هذا من؟ عينه مسلم يتبسم. قال: هذا الزاهد عمر بن عبد العزيز، واللي تعجن ترى هذه فاطمه بنت عبد الملك بن مروان. شوف. والسمرقندي يدخل في قلبه شيء عظيم، هذا حاكم اقوى جيوش العالم. هو يروح له. قال: يا امير المؤمنين عندي شكوى. ويعاين في عبد العزيز. قال: تفضل ادخل داخل. قال: يا الخليفه انا شكواي ضد قتيبه بن مسلم الباهلي قائد جيوش المسلمين، دخل مدينتنا ما علمنا. قال عمر بن العزيز: طيب. هو يكتب ورقه ويختمها. قال: عطوا ورقه هذه المولى سمرقند المسلم، بس عطوا ورقه هذه واموركم طيبه. قال: ورقه هذه بس طال عمرك؟ قال: ورقه هذه. قال: السلام عليكم. هو يطلع. هو يرجع سمرقندي الكهنه معه ورقه. قال: جايب لنا ورقه بس. قال: بكلمه هي ورقه، انتم الحاكم العفنه، انا اللي قابلت الرياجيل صدق مو بنت. وراح السمرقندي يعطي ورقه للوالي. يوم فتح الوالي المسلم يطلع فيها اللي مكتوب فيها: حطوا لكم قاضي يفصل بينكم. قال: استدعوا قتيبة الباهلي يلا. ويتجمعون اهل سمرقند كل ابوهم للمحكمه العظيمه هذه، كفارهم مسلمين متجمعين. هو يدخل القاضي العود جميع الباجي يدخل ومعه غلامه يلحق بدفتر، ويطلعون الكهنه في العويد. هذا قالوا: هذا اللي بيفصل بين الحكام، هذا اللي بيحكم على قتيبة الباهلي، الكسندر العرب اعظم فاتح في الشرق. هو يجلس القاضي جميع. قال: نادي يا غلام. قال الغلام: قتيبة الباهلي، بالاسم كذا قتيبة. يجلس عند القاضي. هو يجي قتيبة يجلس بركبته. والغلام يلتفت. قال: كبير الكهنة. هو يجي كبير الكهنة. قال: اجلس بجنب خصيمك.
يجلس جنب الداهية هذا، هو يجي يجلس مرتاح كبير الكهنة. قال القاضي: وش عندك يا كبير الكهنة؟ قال: القائد قتيبة قبل لا يدخل ديرتنا ما علمنا لا عن الحرب ولا عن الجزية ولا عن الإسلام، وفاجأنا زي كذا. هو يلتفت العود القاضي قال: وأنت يا قتيبة؟ قال: يا طويل العمر الحرب خدعة، كنت لازم أسوي السياسة دي عشان أفتح سمرقند وأفتح الديار اللي وراها. قال القاضي: انتهت المحكمة، والناس قاموا كلهم يشوفون وش بيحكم وش الحكم، مسلمهم وكافرهم والناس متجمعة كلها سمرقند. قال القاضي: ينسحبون المسلمين كلبوهم من سمرقند، ما يبقى فيها أحد، تطلعون على حدها وتعرضون عليهم الثلاث: يا الإسلام يا الجزية يا الحرب. قال قتيبة: السم. هو يأمر قتيبة: طال عمرك الجيوش المسلمة كلبوها انها تطلع برا سمرقند. الكهنة من الخمين، الكهنة ما يدرون وش قاعد يصير الحين. هو يقوم كبير الكهنة: طال عمرك، لين وقف قدام حصان قتيبة قال: يا قتيبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما تطلع من سمرقند، ارجع رجع لي معك رجع. ويسلمون كلها سمرقند. ويرسل كبير الكهنة الحارس قال: راح هد الأصنام اللي في المعبد. قال الحارس: هد آلهة الموت. قال: يا أخي أنت غبي يا أخي، راح هدها يا أخوي هد. كانت هذه يا أخوان قصة محكمة سمرقند، وأنا أدري إن كانت طويلة بس القصة طويلة يا أخي، الرجال مسافر جاي من هذا اللي وصل دمشق، يعني اعذرونا على القصور.